بتعرف انه الاجانب والغرب ما عملوا مثلك لانه انت واحد ملحد عربي. سأقرأ سورة طلع البدر علينا وسوف تحترق. عم تعمل هاي الاشكال، عم بتشبه سيدنا محمد بهاي الاشكال القذرة، لعنة على محمد رسول. وعم بتخلي جبرائيل يسب الرسول. والله مرحبا يا الله. عن جد انه عيب عليك، وعم بتخلي يوم القيامة بهذا الشكل، عم بتخليه بهذا الشكل عن طريق فيديو كرتون جدا سخيف. عن جد عيب عليك. مرحبا لكم بفيديو جديد من قناة عبد الرحمن. فيديو اليوم جماعة الخير بدنا نحكي عن كافر عربي عم بيخلي الأنبياء ويعمل لهم كرتون ويخلوا يسب الله ويسب الأنبياء ويخلي أشكال جدا قذرة لشخصيات الأنبياء ويشبه الكرتون بشخصيات الأنبياء. فيديو اليوم عن جد جدا مستفز. قبل ما نبلش بالفيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس. يا جماعة الخير جبت لكم تطبيق خليكم تطلعوا $5 أول ما تنزلوا التطبيق. حرفيا أنا تطبيق جربته، حرفيا تطبيق موثوق، فيكم تحملوا تطبيق عن طريق الرابط بالوصف او عن طريق التعليقات. بسم الله خلينا نبلش بالفيديو. يا ربي ما هذا المخلوق العجيب؟ أنا الشيطان. نعلت الله عليك. سأقرأ سورة طلع البدر علينا وسوف تحترق. شو؟ يعني انا فهمت انه في آية بالقرآن بس طلع البدر انت من وين جايبها؟ يعني هلا انا ما فهمت. انا هاي الشخصية اللي انت اللي عاملة هاي انا ما فهمت منو هاي، بس الشيطان فهمنا انه هذا شيطان، بس هذا شيطان قنعوني انه هذا شيطان. بس هاي الشخصية اللي انت العاملة مين هي؟ وطلع البدر علينا، اقسم بالله عيب عليك، والله العظيم عيب عليك. خلينا نكمل. يا ربي إذا احترقت من سينقذك من الموت في الصحراء العطشة؟ على شيء حاطط صوت جوجل، في عالم تقول جوجل، فانه حاطط صوت جوجل على صوت الشيطان. صب يعني عن جد انك انت محترف حاطط صوت الشيطان صوت جوجل. سبحان الله، يعني هيك صوت الشيطان. عطشة. حسنا، أعطيني بعض الماء أرجوك. بشرط واحد، هو أن تلعن الله والرسول. لا بليز. لا بليز. لا. حسنا سأذهب. مهلا انتظر. اللعنة على محمد رسوله الصحراوي. ممتاز، ولنتفضل. أريد ماء وليس حليب. ليس عندي غيره. لا مشكلة، المهم أن أقتل عطشي. استغفر الله العظيم. يعني ما بعرف انا انت شلون عم بتفكر. يعني كلام ما بنسمع، كلام ما بنسمع. يعني انت بيرك عم بتسب الرب وهذا، يعني انت شو تفكيرك؟ انا مالي فهمان. انت بيرك عم بتسب الانبياء بشكل غير لائق. يعني في عالم بتسب بطريقة انه شخص، ولكن انت عم بتسب رسول، انت عم بتسب الله. بتعرف يعني انت عم بتسب رب العالمين؟ انت اصلا مو مسلم، فانت خرجت من كل شيء. فحرفيا بيرك عم تلعن مين؟ رب العالمين، استغفر الله العظيم، وبيرك عم بتسب الرسول. يعني ما بعرف شو بدي احكي. ولكن لماذا طعم هذا الحليب الغريب؟ هو لأنه من خيسية الشياطين. هو. أين أنا؟ أنت في يوم الحساب. أولا سنحسب حسناتك وسيئاتك. استغفر الله العظيم. يعني ما بدي احكي مينو هاي الشخصية اللي هو اللي عامله، بس هو عامل شخصية جدا استغفر الله العظيم. خلينا نكمل الفيديو. لقد تساوت حسناتك مع سيئاتك يا ابن العبد. ولكن من أين أتت كل هذه السيئات؟ كنت تصلي الجمعة فقط، وتصدق جنيها على المسكين فقط لإظهار نفسك كريما أمام الفتيات. هذا كتابك، ستجد فيه ما كنت تفعل في الدنيا. استغفر الله العظيم. بيرك عم شبه يوم القيامة بهذا الشكل. هو عم بيرك عم شبه يوم القيامة بأعظم يوم بهذا الشكل. يعني ما بعرف انا شو بدي احكي. انت شلون بتفكر؟ بيرك عم انت يوم القيامة انا شو بدي يصير فيك؟ ما بعرف. يعني بيرك عم تشبه يوم القيامة بهذا الشيء انت بيرك عامله عن طريق كرتون. اصلا انت ما فيك تتخيل هذا الشيء يوم القيامة. فانت بيرك عم بتقول تساوي حسناتك مع سيئاتك لانه انت بتصلي الجمعة بس وبتتصدق بجنيه. شو مالك؟ مهلا، هل الله يراقبنا حتى في المراحيض؟ بالتأكيد إنه السميع البصير، يسمع صوت مؤخرتك عندما تطلق ريحا ويرى. أرجوك أطلب الله أن يضاعف ولو حسنة واحدة حتى أدخل الجنة.
استغفر الله العظيم، سميع بصير. يعني هو رب العالمين شايفنا بكل مكان، بس انت الطريقة اللي عم تحكي فيها بطريقة عن جد سيئة كتير. ما بدي احكي انا يعني اغلط بالكلام او كذا، لانه انا عبارة عن بيرق عم بخلي العالم لما تشوف هذا الفيديو، الاطفال عم يتابعوا هذا الفيديو راح يصدقوا هذا الكلام حرفيا، لانه عبارة عن اطفال. جيب هلا ولد عمره 10 سنين فرجيه هذا الفيديو، راح يضحك، راح ينبسط، بعدها راح يشوفه اكثر من مرة، راح يصدق هذا الكلام. يعني هذا كتير شيء خطير، فهمتوا علي؟ سميع بصير، رب العالمين شايفنا بكل مكان، ولكن انت بالشيء اللي عم تحكي عن جد ما بعرف انا شو بدي احكي. يعني رب العالمين شايفنا بكل مكان، شو بتعمل انت، شو بتعمل لحالك بالغرفة كذا، كل شيء شايفنا، شو بنعمل شايفنا رب العالمين، ولكن انت عم تحكي بطريقة غير لائقة. لما يشوف الطفل راح يصدق هذا الكلام، راح يفكر كل شيء مثل ما انت عم تحكي انه رب العالمين هيك هيك هيك. استغفر الله العظيم. حسنا. الو، مرحبا يا الله. استغفر الله، بقى عم بتصل تليفون، بقى في تليفونات ما بعرف عم بتصل تليفون. يعني ما فهمت انا، يعني الله يمكن هذا ما يكون استغفر الله العظيم انه رب العالمين، لا هذا مو رب العالمين طلع، هذا طلع ما بعرف مين طلع بالضبط، بس انه حدا امبارح عم بيحاسب العالم انه هذا الشخص راح يوقف هيك. يعني ما رب العالمين ما راح يحاسب، هو راح يتصلوا عليه مكالمة لرب العالمين استغفر الله العظيم، وراح يقولوا له انه كذا كذا. يعني ما بعرف انا شو انت بتفكر. يعني الكافر، شايف الكافر ما بفكر هيك، الكافر ما بفكر تليفونات وهذا. يعني الكافر الحقيقي والملحد ما بفكر تليفونات. انت وين جايب الفكرة من اخ؟ ماذا تريد؟ هناك عبد تساوت حسناته مع سيئاته ويطلب مغفرتك. ما اسمه؟ تل حوت. إن أعرفه دلك المكبوت الخبيث، لم يكن يضع لايك على المنشورة التي يظهر فيها اسمي في بطيخة. ضاعف له كل سيئاته وارميه في جهنم. مهلا لا تفعل. وداعا يا تل حوت. مرحبا بك في جهنم. استغفر الله العظيم. ما بعرف انا شو بدي احكي. المشكلة انا بصور الساعة 3:30 بالليل، يعني انا تفكير ما عم بفكر. فانت بارخ عم تحكي انه لانه ما شارك منشور، استغفر الله العظيم، انه رب العالمين عم بيقول لانه ما شارك منشوراتي على الفيسبوك وهيك فضعف له سيئاته وحطه بالنار. ببساطة، يعني بهالبساطة اي بني ادم بدخل النار، اي بني ادم بدخل الجنة، بس لانه كذا. عارف انا شو الطفل لما يشوف هيك فيديو ما راح يعيب فيديو، راح ينزل كل يوم فيديو. اذا بتحب الله حط لايك، كل يوم راح ينزل هالمقاطع. أول شيء يجب عليك القيام به هو المرور عبر صراط، وإن استطعت العبور فلن تدخل النار، أما إذا سقطت ستخلد في جهنم. أعتقد أني سأنجح إذا ركزت ثم جريت بسرعة. حتى لو عذبتني 1000 مرة لن أسجد أبدا لإله صحراوي غبي مثلك يعذب الناس فقط لمجرد الفكرة لم يؤمنوا بها. واعلموا أن نصف قرآنك مليء بالأخطاء العلمية والأخلاقية، ونصفه الآخر الجهاد والنكاح. تبا لك. حرفيا اجى الشيطان اعطاه رفسه طب بالارض، قال له انا ما راح اؤمن فيك، وانت استغفر الله العظيم وانت رب الصحراء، وانت كل القرآن عبارة عن اخطاء وكذا. بتعرفوا انه طالعوا اكثر، يعني في عالم كثير حاولت تطالع اخطاء من القرآن وما لقيت ولا خطأ. يعني حرفيا هو عامل كرتون من ولا شيء، بيرك عم بيخلي الاسلام والاطفال يتابعوا هيك مقاطع ويفكروا هيك الاسلام. حرفيا هذا هو الشيء اللي عم بيشتغلوا. خلينا نشوف شو حكى استغفر الله العظيم رب العالمين لما رد له بفيلم الكرتون. أعرف شيئية الحوض المكبوت. الكبت هو عذاب أسوء من النار بالنسبة لك. سأعطيك قوتي 1000 رجل في الجنس وأضع أمامك أجمل حورية في الجنة ولن تستطيع الوصول إليها. بعد 60 مليار عام حيطة انمي على اساس انه هي مين حورية كيف الجنة. حيطة انمي، حيطة شخصية انمي تكون حورية، حور العين. تخيلوا معي انه حيطة شخصية انمي. شو هالغباء.
مبروك يا تلحود، جائك العفو الرباني، ستخرج من النار. هو أخيرا بعد 60 مليار عام من الإعدام سأخرج. عبدي ولست بأرحم الراحمين. نعم يا ابن الواسعة. ماذا قلت؟ أعني يا واسع الرحمة. ماذا تتمنى يا عبدي؟ أنا جائع أريد أي طعام غير زقوم. تفضل كرواصة. المهم انه طلع العبد من بعد تعذيب وكذا وراح على الجنة. هو هذا الشخص اللي مصمم عم يخلي انه يستغفر الله العظيم، يطلب من رب العالمين وكذا، انه هيك صار في انه شوي تعاطف حكي او كذا، انه حكى كلمة غلط كذا او من استغفر الله العظيم. يعني ما بعرف انا شو بدي احكي. إنها مسوسة، هل هي حقا من الجنة؟ لا، بل أحضرتها من المرحاض الذي تأكل فيه في رمضان. لقد قلبتني يا ربي، الآن أعطيني حورية أريد أن أنكح. أوكي. يا سلام، إنها زعراء. يا لطيف، هل هذا جوني أصلع؟ تعالي لي. لا. بليز. لا. بليز. لا. بليز. لا. ربي هذه لحورية لا تعمل. اسمعي كلامه. أوكي. يا ويلي ما هذا. وكون راح على يعني ما بعرف انا شو هو بفكر. بعد ما دخل على الجنة اجته حور العين وبده يعني بعدين قلت له نو، قال له بليز لا ما بعرف ايش عم بخبص بالكلام، كلام ما بنسمع ابدا. يعني جيبوا طفل يتفرج على هيك مقطع حرفيا رح يصدق هيك الكلام. انا ما بعرف انا شو بدي احكي عن هيك مقطع. رجع دخل على جهنم. يعني ما بعرف انا شو يعني شلون هيك تفكيرك انه انت عن جد هيك الجنة وهيك عن جد النار مثل ما انت عم بتفكر؟ لا، يعني انت بقى عم بتفكر فيه غلط 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 مليون غلط انت عم تفكر فيه. ستخلد في جهنم يا الحود ولن تنكح حورية أبدا، بل لا سنكحك الزبانية. لا حوية ولا قلوة إلا بالله. فتحدث المعجزة ويرجع تلحود للجنة. هل أنا حقا في الجنة مرة أخرى؟ بالتأكيد أنها خدعة من الله. ليست خدعة يا الحود، لقد شفع لك أحد أصدقائك المسلمين. أول مرة أستفيد شيء من المسلمين. هذا منزلك وفيه حورياتك. يا إلهي أنه كبير وجميل حقا. ليس هذا، بل لا هذا. تفويو، لا بأس، أهم شيء الحورية. أعوذ بالله، هل هذه حورية أم أبو خنشة؟ قلت سأدخل الجنة من يشفع له، ولم أقول سيحصل على ما في الجنة. سبحاني أمكر الماكرين. كويزولي، حي على النكاح. يا ليتني كنت ترابا. اوكي يا جماعة الخير، خلص الفيديو. عبارة عن الفيديو هو إساءة للإسلام بطريقة عن طريق انه خلي يوصل الفكرة للأطفال انه هيك هو عبارة عن إسلام، والدين هو عبارة عن هيك مثل ما انتو شايفين بهذا الفيديو. عم وصل الفكرة للأطفال والفيديو جايب يعني حرفيا مشاهدات جدا عالية. يعني لو نقول انه نسبة 10% تابعوا أطفال، هاي الفكرة راح تكون عنده، لأنه الطفل على الفطرة اي شيء بيشوفه راح يصدق. فاتمنى انه تطلعوا على هذا الفيديو. انا ما راح احط لكم الفيديو، ما بعرف شلون بدك تطلعوا عليه. المهم اذا شفتوا هيك مقاطع بلغوا عليها، اتمنى منكم تبلغوا عليها. اتمنى تشتركوا بقناتي بقناة الاشخاص اللي عم بيشتغلوا معي. الشخص اللي عم يصمم لي الصور المصغرة والشخص اللي عم يشتغل معي في المونتاج حرفيا راح يتعب معي باخر فترة، لانه راح يكون في كتير مقاطع راح اصورهم ان شاء الله. اتمنى تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة. كان معكم عبد الرحمن، سلام.